موظفة أستاذ محمد، موظفة مهندسة في أي. الحكومة المحلية، أخذت نعم. إجازة 5 سنوات. الله رزقها وبنت أكبر مجمع سكني استثماري ببغداد. من أين لك هذا؟ بالتالي ضابط برتبة نقيب يمتلك مجمع استثماري كبير ببغداد. هذه الشخصيات. المشكلة إنه الجهات الرقابية أو اللي تراقب أو اللي مفروض تشرف أو على جميع مراحل المشروع، فجأة لو تذهب إلى المختار أو الأجهزة الأمنية بالحاسبة تدقيق سكان هذا المجمع، تجدهم من سكنة أو مالكي عقارات هذا المجمع اللي انبنى بمخالفات كذا. هذه قضية أسر المناقضة. وعلى فكرة هنا الأساليب متعددة، حتى المصارف اللي تدفع من خلالها الأقساط متواطئة بقضايا. هي قضية أسر المراقب، من يدفع مقدمة 10,000 دولار بعدها يتعسر بالدفع إلى أن بعد 5 سنوات أو 10 سنوات وبعد عدة بلاغات لدائرته تخفى في الدائرة القانونية، ماكو رقيب من الأصل. فجأة المستثمر يغلق الملف. طيب يتنازل. خلي احنا همين نشيل موضوع المتابعه والمراقبه هم بعد ما نحكي به، لان الظاهر ماكو البعض مو الكل اذا خليت قلبت يعني بس يعني اكو حاميها حراميها بس هنا انما تجربه كردستان نشوف المجمعات باسعار يعني مناسبه للمواطن، المواطن يقدر